السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدث غريب مع ظاهرة غريبة بتحصل في البيئة في كل أنحاء العالم، وبتخلي الإنسان يتعرض لصدمة بتخليه يموت نفسه. بس بيكون سببها إيه؟ ده اللي هنشوفه. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. بنبدأ الفيلم مع بنتين بيكونوا قاعدين في حديقة عامة وسط الناس، بس فجأة واحدة من البنتين دول بتلاحظ حاجة غريبة حواليها، وهي إن كل الناس اللي موجودين حواليها وقفوا في مكانهم، ويكون كل الناس واقفين بشكل غريب. لما بترجع وبتبص لصاحبتها بتلاقي حالها زي حال الناس، وبتبتدي صاحبتها تبص لها وبتحط ايديها في شعرها وبتطلع التوكة اللي موجودة فيه، ولأن التوكة دي مدببة بتغرزها في رقبتها بشكل غريب بدون إحساس، في صدمة من صاحبتها. وبننتقل من مكان تاني مع مجموعة من رجال البناء اللي كانوا شغالين في الموقع. فجأة بيسمعوا حاجة وقعت من مكان مرتفع، بس بيتفاجئوا ساعتها إن صديقهم هو اللي وقع، وطبعا الوقعة بتكون أنهت على حياته. ولما بيرجع بيبص وراه بيلاقي شخص تاني وقع برضه موت نفسه. بس الغريبة لما بيبص فوق بيلاقي كل العمال اللي موجودين فوق بيرموا نفسهم من فوق وبينتحروا بشكل غريب. بعدها بننتقل لبطل الفيلم اللي كان شغال مدرس وبيدي محاضرة لمجموعة من الطلبة، واللي كان متخصص ساعتها في النباتات والحشرات. بس بتقطعه مديرة المدرسة ساعتها وبتطلبه. لما بيطلع معاها بيلاقي حالة من الاضطراب بين الطلبة، لأن خبر الانتحار بيكون انتشر بينهم. ولما بيدخل معاها بيلاقي كل مدرسين المدرسة مجتمعين، وكانوا مفكرين ساعتها اللي حصل في الحديقة هو هجوم إرهابي ناتج عن حرب كيميائية. المادة الكيميائية دي بتسبب خلل في توازن جسم الإنسان وبتخليه يموت بعد كده، وعشان كده قرروا إن ينهوا يومهم الدراسي ويروحوا كل الطلبة. وفعلا ابتدى مور إن ينفذ تعليمات المدرسة ويصرف الطلبة. وبعدها بيجيله صاحبه إليوت وبيقوله إن الأمر مش خطير قوي لدرجة اللي احنا نقدر نسيب المدينة. وبيوصل ساعتها مور مراته ألما، واللي كانت العلاقة مضطربة بينهم حبتين، بتقول له ساعتها إن الأخبار بتقول إن لازم كله يمشي من مدينة نيويورك. بدأوا يتكلموا فيه عن المادة الكيميائية دي، عبارة عن سم عصبي بيصيب الدماغ وبيخليها تهاجم نفسها. لما بيسمع مور الخبر ده بسرعة بيبتدي يحضر هدومه. ساعتها بتيجي كذا رسالة على تليفون ألما بس هي ما بتردش. بيوصل ساعتها مور لمحطة القطر واللي بتكون طبعا زحمة، وبيقابل ساعتها صديقه إليوت وبنته. كانوا بيتفرجوا على الأخبار واللي كانت بتقول ساعتها إن الضحايا ماتوا عن طريق سم مركب طبيعي، إن حاليا العدوى موجودة في نيويورك بس. ولما بيسأل إليوت عن مراته بيقوله إنها تحصلنا في القطر. بنرجع لمشهد تاني مع مجموعة من الناس موجودين وسط الحديقة العامة في مكان مختلف. طبعا كان في زحمة مرورية عالية جدا، تكدس للعربيات. بس فجأة بتهب رياح شديدة وبتوقف الناس كلهم عن الحركة. بيقع ضابط المرور اللي كان واقف عشان ضرب نفسه بالمسدس اللي معاه. يخرج ساعتها سواق التاكسي اللي جنبه بيقرب من المسدس اللي وقع منه وبيضرب نفسه بالرصاص مرة تانية. بتيجي واحدة تانية من المرة وبتقرب لنفس المسدس وبتاخده وبتضرب نفسها. وقتها بتكون ألما ومور وإليوت على القطار. بيجي ساعتها خبر لكل الركاب إن المرض وصل لفيلادلفيا، دي المدينة اللي فيها مرات إليوت. بسرعة بيحاول يتصل بيها عشان يطمن عليها، بس الصوت كان مشوش وقدر ما يسمعهاش كويس. بس بعدها بتبعت له رسالة وبتطمنه عليها. وبيبان بعدها إن كتير من المدن تعرضت للإصابة برضه. بس فجأة القطر بيقف في مكان معين غير المكان اللي هو رايحه. بيبلغوهم ساعتها إن دي آخر محطة لكل المسافرين، ويقولوا ساعتها إن للأسف انقطعت الاتصالات بمركز الخدمة، هما ما يقدروش يكملوا الطريق. طبعا جيس بنت إليوت بتكون خايفة من شكل الناس اللي حواليها ومن الموقف اللي محطوطين فيه. وبعدها بيتحركوا كلهم لأقرب مطعم موجود جنبهم. حاول ساعتها مور إن يتقرب من جيس ويطمنها. بيوريها ساعتها خاتم بيكون معاه بيقول لها إن شكله بيتغير حسب الشعور اللي حاسة بيه، وده اللي بيخليها تطمن شوية من القلق اللي حاسة بيه. بيبص مور ساعتها على تليفون واحدة جنبه اللي اتبعت لها فيديو مصور من شقيقها في حديقة الحيوان، إن الحارس دخل بنفسه لقفص الأسود. وساعتها بيقرب منهم وبيحاول إنه يستفزهم لغاية لما بيقرب أسد منه وبياكل إيديه. بيهجم بعدها الأسد التاني على الإيد التانية. ويستغربوا ساعتها إن مين النوع من الإرهابيين اللي يقدروا يعملوا الشكل ده. ساعتها بيجي بيان في الأخبار بيأكد إن الهجمات اللي حصلت دي مش هجمات إرهابية، ده بسبب زيادة أعداد الجريمة في أنحاء مختلفة من الجهات الشمالية المحصورة فيها. وساعتها بيكون مور وأصدقائه في نفس المنطقة دي. وساعتها بيفصل النور فجأة عن المطعم، ووقتها بيقرروا كل الموجودين إنهم لازم يسيبوا المطعم ويحاولوا يهربوا من المكان. وساعتها بيخرج مور وبيحاول يدور على عربية توصلهم لأي مكان، بس محدش كان بيسأل عليه وكله بيحاول يهرب بنفسه. بس بيقف له واحد من الناس اللي كانوا موجودين في المطعم وبيعرض عليه إن عنده مشتل زراعي قريب ممكن يقدر ياخدهم معاه بعد لما يروح ياخد أغراضه من هناك. لما بينده مور على صديقه إليوت بيبلغه إنه مش هيقدر يجي معاه
لأنه بيحاول يتصل بمراته لأكتر من ساعتين وهي ما بتردش عليه. ساعتها بيقوله إنه هيروح يدور عليها، بس بيطلب منه إنه ياخد جيس معاهم لأنها أكيد هتكون أكتر أمان، لأن المكان اللي رايحه بيكون نسبة الإصابة فيه عالية. وساعتها بيودع جيليوت بنته جيسي وبيسيبها ويمشي. بيوصل بعدها مور ومراته وجيسي للمكان المشتل، وساعتها بيقرب الراجل ده من مور وبيقوله شيء عجيب، إنه بيشك اللي بيقوم بالحاجات دي كلها هي النباتات، لأن النباتات عندها القدرة بإفراز مادة كيميائية. ساعتها بيخش وسط المشتل وبيبتدي يودعهم، يقول لهم ساعتها إن النباتات بتستجيب للمحفز البشري. وساعتها بيكون إليوت بيكمل طريقه لمراته، بس في وسط الطريق بيشوف منظر غريب، مجموعة من الناس شانقين نفسهم، وده اللي سبب هلع لكل الأفراد اللي موجودين في العربية. وساعتها بيفكروا إن يقفلوا كل فتحات التهوية اللي موجودة في العربية عشان ما يتعرضوش هما كمان للإصابة. بس بيتفاجئ إليوت ساعتها بفتحة صغيرة موجودة في السقف وبيخش منها الهواء. ساعتها بيفقد إليوت الأمل في إنه يعيش ويلاقي مراته. فعلا بتقف العربية اللي راكبها فجأة، بترجع تتحرك مرة تانية بأقصى سرعة ليها لغاية لما بتخبط في الشجرة اللي قدامها، وطبعا بيموت معظم اللي جواها. بس بيخرج إليوت من العربية، بيقعد على الأرض، بياخد إزازة كانت مرمية جنبه وبيقطع بيها شرايينه. بننتقل بعدها لمور وأصحابه اللي كانوا موجودين في العربية، بس فجأة بيلاقوا على الطريق حاجة واقعة، بيشكوا ساعتها إنها حيوانات ميتة. لما بيوقفوا العربية وبيبصوا من المنظار بيلاقيها مش حيوانات، بيلاقيها جثث بني آدمين. ساعتها بيتأكدوا إن الإصابة وصلت للمكان اللي هم فيه، وساعتها بيقرروا إنهم يروحوا لمكان تاني. وقتها بيقابلوا في طريقهم عربية من عربيات الجيش، وبيخرج منها واحد من عساكر الجيش، بيقول لهم إن كل الناس اللي موجودين في الطريق اللي هو جه منه ماتوا، وبيقول له هو كمان إن نفس الناس دول ماتوا من الطريق اللي هو جاي منه، عشان كده ما بيكونش قدامهم غير اتجاهين، بس اتجاه منهم بيلاقي فيه عربية جاية منه، وإن نفس الناس ماتت في نفس الطريق اللي هما جايين منه، والطريق التاني كمان مليان جثث، وبكده يبقى كل الأربع الاتجاهات فيهم جثث. وساعتها بيتجمعوا لنفس المكان اللي هما موجودين فيه. ساعتها بتيجي مكالمة لواحدة من المرة إن كل الناس اللي موجودين في المدينة اللي كان متحرك ليها إليوت ماتوا. وساعتها بتلاحظ بنتها إن بتتعرض لحالة هستيرية والخط بيقف، ولما بياخد تليفون مور بيلاقي البنت بتقول أنا أسمع رياح من الخارج، وساعتها بتموت. وساعتها بيجمعهم عسكري الجيش وبيقول لهم اللي احنا لازم نروح في مكان مفهوش ناس، وبيكون جنبهم مكان معزول من السكان بيقرروا إنهم يروحوا كلهم فيه. وبيقول لهم ساعتها اللي احنا هنمشي في مجموعات ولازم نبقى مع بعض. ياخد ساعتها مور ومراته وجيسي ومجموعة من الأشخاص وبيمشوا. بتكون المجموعة التانية اللي ماشية جنبهم بتكون أكبر من المجموعة اللي فيها مور ومراته، ووقتها بتيجي رياح بسيطة في المكان بتهز العشب اللي موجود حولهم والشجر. وساعتها بيقف العسكري اللي موجود معاهم ويبدأ يقول حياة غريبة، وبيطلع المسدس بتاعه، وبيعرفوا وقتها إن الإصابة خلاص جات لهم. بيسمع ساعتها مور والناس اللي معاه صوت الرصاص، وساعتها بيقول لهم مور إن السم أكيد صابهم، وابتدوا وقتها إنهم يقتلوا نفسهم. ابتدى وقتها مور يفكر في طريقة يقدر يخرج بيه من المأزق ده. بيقول لهم ساعتها ماذا لو كانت النباتات هي المسؤولة عن كده، وإن النباتات فعلا ممكن بتستجيب للمحفز البشري. والمجموعة اللي كانت جنبهم كانت كبيرة جدا، أكبر من المجموعة اللي هم فيها. بنستنتج إن النباتات بتحس بتهديد لما يكون جنبها مجموعة من البشر بعدد كبير، وعشان كده بتفرز مادة كيميائية بتأثر على البشر. ووقتها بيلاحظوا إن في رياح قربت منهم من المكان وسببت تحرك الأشجار، ووقتها بيقرروا إن لازم يتحركوا بسرعة في مجموعات صغيرة. وفعلا بيتقسموا ساعتها ل3 مجموعات في محاولة منهم إنهم يسبقوا الرياح، بس للأسف وصلت ليهم الرياح، بس لاحظوا إنهم محصلهمش حاجة، وبيفتكروا ساعتها إن تأثير المجموعة فعلا طلع صح. وبيستمروا بعدها إنهم يكملوا جري، وبيكون معاهم طفلين تانيين لغاية لما بيوصلوا العربية واقفة في الطريق. بيحاول ساعتها مور يقرب من العربية يمكن يلاقي فيها خريطة، وساعتها بيسمع خبر في الراديو إن ممكن يكون السبب من المحطات النووية، وإنها ممكن يكون فيها تسرب أو حاجة زي كده. وبعدها بيشاور للمجموعة اللي معاه وبيقول لهم إن في بيت قريب من هنا. ساعتها بيلاقي خريطة في البيت اللي هو رايح ليه، وبيقرروا ساعتها إن لازم يبتعدوا على الناس ويروحوا في مكان معزول. وبعدها بيبتدي مور والمجموعة اللي معاه يتحركوا من المكان اللي هم فيه، بس بيتفاجئوا إن في مجموعة من الناس قريبين منهم وبتكون مجموعة كبيرة. وبيلاحظ مور إن واحد منهم قرب لمكنة قصاصة العشب وابتدى إنه يشغلها، وابتدى إنه يتحرك اتجاهها وينام تحتها لغاية لما بتمر من عليه وبتموته. بسرعة بيجري مور والمجموعة اللي معاه بعيد عن المكان، وساعتها بيكون مور واللي موجودين معاه تعبوا من المشي وما بيكونش قدامهم غير يقربوا من البيت اللي موجود جنبه. ساعتها بيقرب مور من البيت وبيخبط عليهم عشان يطلب المساعدة، وبيفتكروا ساعتها إن البيت مفهوش أي حد، بس لما بيبصوا من فتحات الشباك بيلاقوا حد بيتحرك جوه.
فبيطلبوا منه ساعتها إنه عايزين بعض الطعام، بس هو بيقول لهم لازم ترحلوا، وده طبعا لأنه كان خايف من الإصابة. بس ساعتها بيأكد ليه مور إنهم أشخاص طبيعيين وهم لسه ما تعرضوش للإصابة. بس لما بيحاول ساعتها واحد من الأطفال اللي معاه إنه يقتحم البيت، بيخرج البندقية بتاعته وبيضربه، وكمان بيخرجها من الشباك وبيضرب الطفل التاني. وساعتها بتطلب منه مراته إنهم لازم يمشوا عشان يحموا جيس. وقتها بتكون الناس موجودة في بيوتها وبتحاول إنها تحمي نفسها بكل الطرق. وبيجي في الأخبار إن ذروة العدوى دي هتبقى بكرة، إنها هترجع تقل بشكل تدريجي، وإنها ممكن تنتهي في أي لحظة. بيوصل ساعتها مور لبيت تاني، وبيقرر ساعتها إنه يقرب من البيت ده يشوف لو كان في حد ولا لأ. وأول لما بيقرب من البيت بيلاحظ إن في واحدة عجوزة موجودة هناك، وبتقوله ساعتها لو كنت تايه ولا لأ. وبيكون من الواضح عليها إنها ما تعرفش أي حاجة عن الأحداث اللي موجودة بره، وساعتها بتقبل إنهم يخشوا ويتعشوا معاها. بتقول لهم ساعتها إن البيت ده قديم جدا وموجود فيه مخزن رئيسي متصل بالبيت ده، ومتصل ما بينهم ماسورة ممكن من خلالها تقدروا تسمعوا بعضكم البعض. وبيكون ساعتها مش عندها أي وسيلة للتواصل أو حتى تلفزيون وأجهزة راديو. وبعدها بيتحرك مور ومراته عشان يرتاحوا في الأوضة، وبعدها بيناموا. ولما بيفوق مور تاني يوم الصبح بيبتدي إنه يستكشف البيت، ولما بيدخل واحدة من الأوض بيلاقي عروسة موجودة على السرير وبيفكر إنها صاحبة البيت. ولما بيقرب منها بتخش عليه المرأة العجوز وبتقوله انت عايز تسرقني، وبتطلب ساعتها منه بشكل هستيري انهم لازم يسيبوا المكان فورا ويهربوا. لما بيرجع يخرج وراها عشان يعتذر لها بيلاقيها قريبة من الأشجار، والرياح بتتحرك حواليها وأوراق الشجر وبتكون بتتحرك بشكل غريب. وساعتها بيتأكد مور ان الإصابة وصلت له، وبسرعة بيتحرك جوه البيت وبيحاول ساعتها يسد كل النوافذ والأبواب. وبيبتدي بعدها يدور على ألما وجيسي، بس ما بيلاقهمش في البيت كله. ولما بيبص من الشباك بيلاحظ ان المرأة العجوز بتبص ليه وهي وشها كله غرقان دم، وبتخبط راسها في ازاز الشباك. وبسرعة بيقفل مور باب الأوضة دي وبيسدها بالقماش. بس ساعتها بيسمع صوت ألما وجيسي، وبيلاحظ ان الصوت ده جاي من أنبوبة صغيرة واللي كان متصل بالمخزن اللي قالت لهم عليه. وساعتها بينبهها وبيقول لها لازم تقفلي الأبواب والنوافذ. وبسرعة بتتحرك ألما وجيسي وبيقفلوا فعلا الأبواب دي، وبيقعدوا ساعتها فترة كبيرة وهما بعيد عن بعض. وبيقول لها ساعتها لو كنت هموت فأنا لازم أكون معاكي. وبيقرر ساعتها إنه يفتح الباب ويخرج برا البيت ويتحرك ناحية ألما. بتخرج كمان ألما وجيسي من المكان اللي هي فيه، وبيتقابلوا ساعتها هما الاتنين وبيكونوا وسط الرياح والأشجار. والغريبة إنهم محصلهمش أي حاجة، وبيرجعوا يدخلوا مرة تانية للبيت وبيبقوا مع بعض. وبيفكروا ساعتها إن الوباء ده انتهى قبل ما يروحوا برا. وبعد 3 شهور بترجع تاني الحياة لطبيعتها، وساعتها بياخدوا جيسي معاهم وبيعاملوها أكنها بنتهم. وبيخرج ساعتها مور للشارع وبيكون معاه جيسي عشان يوصلها للمدرسة. وبيسمع ساعتها في الأخبار إن السم ده كان موجود في بعض النباتات والأشجار، إنهم فعلا لما بيحسوا بالتهديد بيفرزوا مادة كيميائية بتسبب المرض ده، وإن الحدث ده زي ما بدأ فجأة اختفى فجأة وما يعرفوش سببه إيه. وبعدها بننتقل لمجموعة من الناس اللي بيكونوا متجمعين في مكان عام، وفي وسط الناس بيكون صديقين ماشيين مع بعض. بس فجأة واحد منهم بيلاحظ إن صديقه بيكرر نفس الكلام، ولما بيبص وراه بيلاقي كل الناس واقفة في مكانها. وبكده بيظهر المرض مرة تانية فجأة. وبس كده يا سيدي، دمتم في أمان الله، سلام.